ضيف الله ما بيدور شيء يركب الموجة ولا يكون ترند ولا شيء ساعة الذي فيه. لا انت انا قلت لك ايش امنيتي. قلت لك قلت انا ما اتمنى من الله يعني الا امنيه واحده. لا اطمع على مناصب ولا مصالح. امنيتي واحده. الا تتوفاني المنيه الا وانا اشوف ابناء شعبي يعني موحدين احرار مستقلين، لا يخترق صفهم، يعني يخترق صفوفهم اي طرف ولا يتدخل في شؤونهم اي الامم انا اقول لك الامم ذي براء. تكلم بالمايك. احنا موحدين يا استاذ سلطان بفضل الله. انت وحدك، انت واحد موحدين من زمن الشمله اليوم. انت الان تتحدث باسم طرف. لا انت موحدين. ما همش موحدين، الشرعيه والحوثيين موحدين. ما همش موحدين. ما احناش موحدين. ليش تكذبوا على انفسكم؟ نحن لا نغالط انفسنا، لازم نتكلم الحقيقه. انا اقول لك بوحد بينكم، انتم الطرف الاخر وانت تقول نحن موحدين. منين موحدين؟ موحدين بفضل الله من الله. لا ذا يا اخي انت مجاهد، انت مجاهد اكيد بفضل الله. سياسي بفضل الله. انت قاتل. اكيد يا استاذ سلطان. انا اكيد اكلمك كلام ما تفهمه. انت مش عفوا مع احترامي لك، ما هوش تخصص في السياسه. انت مجهز عسكري جبهه بس بالعقل والمنطق. الله سبحانه وتعالى. يا سلطان محمد ضيف الله، احنا الان اصبحنا الشعب اليمني كلنا متسيسين وعسكريين وسياسيين. انا فاهم وكلامي هذا هم يفهموه القيادات الكبيره. نعم هو رسائل رؤيته كبيره جدا. يفهموه. شوف انا اقول انه الحرب تطول ولا تقصر 100 عام ولا 1000 عام، في الاخر معذور من سلام. والسلام هذا تبغى تلجأوا اليه الجميع، ولا اذا ما لجوا اليه الان سلام يكون يمني، سلام بعيد عن تدخل خارجي، سلام يعني ما حد دخل في شؤونك، لا في حرب ولا في سلم ولا في شيء. سلام نابع من اليمن. طيب انت بتدور سلام اليمني، هل انت قد وضعت شروط او خطه او رؤيه ان كيف عايز يكون الشعب اليمني سلام هذا نعم لا مبادره. اولا يعني وقف فتح كل الطرقات. ثاني حاجه اطلاق الاسرى الكل مقابل الكل. ثالث حاجه يعني تقبل كل الاطراف بالسلام. والسلام هذا في مبادره فيها معنى انا لست وحدي، في حكماء اليمن وفي عقال اليمن وفي من دعاة الخير والسلام من بيدخل بالملايين، يعني بس بكلهم يعني نخبه منهم قياده ذي تعبر عن راي الشعب بالكامل، وبيطرحوا رؤيه وبنختار رئيس يعني جمهوريه يعني مرحله مؤقته تتراضى عليه كل الاطراف بدون انتخابات توافقي، وبيكون مرحله انتقاليه لمده 3 إلى 4 سنوات ولا 5 سنوات، وبيكون في هناك يعني اتفاق. انتم ما عاد خليتوني شيء حتى اكمل رسالتي لليهود. لا كملها. انا ليش خليتك اخر واحد؟ على اساس تاخذ راحتك. رسالتي لليهود باقي معانا كان لا تقلق. اسمعوا رسالتي لليهود انه ادعوهم ان يرجعوا الى حضن الوطن الاصلي، انهم يجوا وبنوزعهم على محافظاتنا، يهود عمران لعمران، ويهود صعده لصعده، ويهود اب لاب، ويهود تعز، ويتركوا لهم من التشاعيب ويتركوا من يرجعوا اليمن. لا هو شوف مواطنين به يهود يمنيين في اسرائيل. هم قصد بعد ما نحرر الاقصى وكذا هؤلاء قاعد يرجعوا بلادهم، وهؤلاء يرجعوا بلادهم طبيعي. انتم وهم اصل واحد، لا شوف هم عيال عمكم او اخوانكم او هم من اصل يمني، انما البعض منكم اسلم. لا اسلم. ضيق عندهم بتقولهم صحيح يا استاذ فارس. هم كانوا اليهود في كل قريه يمنيه كان موجودين اليهود تمام تحت حماء القبيله او القريه الذي هم موجودين فيها، وهم يرجعوا بنفس الصفه، ما هوش انه يرجعون ندي لهم جزء يفعلوا دوله. لا اذا بعد النصر وبعد الكذا ترتيبات ممكن عادي يرجع كل واحد للبيت الذي كان فيه. احنا دارين بالبيوت حقهم ما بخله. بالنسبه للسلام احنا لسنا دمويين.